يا مساء الخير، يا صباح الخير، والسلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. أنا عارف إن أنا جاي يعني في الأواخر، في 10 أواخر، وخلاص يعني رمضان قصدي العيد قرب. ف يعني جاي متأخر شوية يعني، ما عملتش فيديوهات خالص خلال رمضان يعني. بس ده مش اللي أنا جاي أتكلم فيه صراحة. المهم بس أهم حاجة بس عايز أقول لكم يعني كل سنة وانتم طيبين. دي حاجة المفروض ان انا اعملها يعني واقولها ليكم. انا بصراحه ما كنتش. هي الباب اتفتح ثانيه واحده يا جماعه، اقفل الباب واجي تاني. معلش. آه الدنيا مش متظبطه ومش مهيئه ان انا اصور فيديو اصلا. بس انا يعني ايه، حسيت ان انا ايه محتاج اعمل كده، فقررت اعمل كده. وانا حتى مش محضر حاجه اقولها، بس انا جوايا كلام كتير عايز اقوله، وجوايا كلام كتير حاسس ان انا محتاج هطلعه واتكلم عنه يعني. مش عارف ابتدي منين ولا عارف ايه ممكن اقوله صراحة. بس انا كنت مقرر اساسا ان انا بطل اعمل فيديوهات. يعني ما كنتش عايز اعمل فيديوهات تاني واتكلم مش عارف ايه. قلت خلاص الموضوع راح عن حاله كده ومش عايز اعمل كده تاني، والموضوع بقى رخم ومش لطيف ومش عارف ايه والكلام ده كله. لكن الواحد فعلا محتاج حاجة ان هو يعمل حاجة زي كده عشان يحس ان هو على قيد الحياة، يحس ان هو يعني في ناس بتشوفه، في ناس متابعاه، في ناس بتتكلم معاه. اولا يعني عايزكم تقولوا ايه رايكم في القصه. انا قصيت شعري زي ما هو باين يعني كده. ف مش عارف يعني الطاقه اللي كانت عندي بصراحه عملاني. آه يعني حصل لي كام موقف كده مش لطاف في الفتره الاخيره، فكنت حزين وحاسس ان انا مطفي، حاسس ان انا مش في المود، وحاسس ان انا مش في المزاج المتعارف عليه او المعروف انا بيه. وحالتي النفسية اللي هي عادة يعني لما أكون عليها يعني مش هي دي يعني. المهم آه مش عارف أقول إيه، بس أنا حاسس إن أنا جوايا كلام عايز أخرجه، بس مش عارف إيه هو يعني. إيه اللي أنا محتاج إن أنا أتكلم عنه. أنا بصراحة حاسس إن أنا مش مبسوط، يعني حاسس إن أنا شخص حزين شوية. بمر بظروف الفترة دي يعني آه غير غير لطيفة. مش عايز اكمل الكلام، يعني ظروف صعبة شوية فمخلياني ان انا مش حاسس ان انا بحاجة ان انا اعمل فيديوهات وكده، والدنيا مكركبة وحاجة صعبة وحاجات كتير كده مش لطيفة. ف فمش عارف يعني ايه مفترض ان اليوتيوب ده يعتبر مكان ترفيهي ومكان الناس تتفرج عليه عشان تنبسط ويعني تحس ان هي في مزاج احسن. ولكن مش مش الفيديو ده هيكون يعني مناسب ليهم، ولكن انا بالنسبه لي هيكون يعني حاجه ان انا اطلع اتكلم عن اللي جوايا يعني. ممكن شويه ان انا فكيت شويه دلوقتي، بحس ان انا في مزاج احسن شويه، او الواحد بصراحه بس بغصب عنه يعني الواقع هو اللي بيخليه كده. بس في نفس الوقت الواحد برضو بحاجة ان هو تنفيس او يخرج اللي جواه او يعبر عن نفسه. محتاج ان هو يتكلم يعني. السكوت ده والصمت ده في اوقات الحزن واوقات الزعل واوقات التعب واوقات الارهاق واوقات الحاجات دي كلها، الصمت مش احسن حاجة، لان الصمت متعب شوية. وان الواحد بيبقى عامل زي الكتلة كده، صعبة جدا ان هو يعني ايه
يعبر عن ما في داخله يعني. بس فممكن ده يكون يعني ايه فيديو سريع كده، يعني حبيت ان انا اعبر عن نفسي شويه فيه، وفي نفس الوقت برضو اتكلم عن بعض الاشياء اللي هي ان انا ما وضحتش فيها اي حاجه. انا ما وضحتش حاجه خالص في الفيديو ده، بس هي محاوله للخروج من ال من ال خروج من الطاسه. ما اعرفش ايه خروج من الطاسه دي، بس ماشي، يعني خروج من الطاسه. بس كده، شكرا.